في ناس كتير فاكرة إن أي بيزنس أونلاين محتاج فلوس كتير، لازم تفتح مكتب، تشتري بضاعة، تعمل إعلانات بآلاف، بس الحقيقة غير كده. دلوقتي في 2025 في طرق كتير تبدأ بيها أونلاين من غير ما تدفع ولا جنيه. في الفيديو ده أنا هقول لك 5 طرق عملية تقدر تبدأ بيهم بيزنس من بيتك، كل اللي محتاجه إنك تركز تنفذ وبس كده. فما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، تكتب لنا في الكومنتات عايز الفيديو الجاي يكون عن إيه أو الفيديو اللي أنت عايز نشرحه، بس كده. يلا بينا على الفيديو ده هيبقى موجه لمين؟ الفيديو ده هيبقى موجه الطلاب اللي عايزين يستغلوا الاجازه بتاعتهم، ولاي حد عايز شغل بجانب شغله الاساسي. اقول لك على 6 طرق تشتغل بيهم في البيت من غير ما تدفع ولا جنيه ومن غير اي راس مال. فخلينا ندخل على الطرق على طول ويلا بينا. اول طريقه معانا وهي الطريقه المعروفه والمنتشره جدا دلوقتي وهي الافيليت ماركتنج. الافيليت ماركتنج او التسويق بالعموله دي طريقه من طرق الربح وطريقه مشهوره جدا على النت، ولكن الفكرة كلها ان في ناس بتستصعبها لحد دلوقتي، ودي من اسهل الطرق اللي ممكن تبدأ بيها. تخيل معايا ان في منتج بيتباع على امازون او جوميا، مثلا سماعة، موبايل، ماوس، كيبورد، اي حاجه من الحاجات دي او اي حاجه بتتباع عموما. انت مش محتاج تشتريه ولا تخزنه، كل اللي عليك انك هتسجل في برنامج التسويق بالعموله او الافيليت ماركتنج وتاخد لينك الخاص بيك وتبدا انت تشيره. طب هنعمل كده ازاي؟ تعال نشوف. اشهر موقعين للافيليت ماركتنج عندك امازون وجوميا. تخش على affiliateprogram.amazon.com، تبدا ان انت تسوق للمنتجات اللي موجوده على الموقع دون، واول ما حد يشتري من على الموقع ده من خلال اللينك بتاعك انت بتبدا انت تاخد فلوس. خلينا نيجي هنا مثلا على الموقع ونترجم، نقول له عايزين عربي، هيجينا بيقول لك اكسب عموله على المنتجات الموصى بها. هنا بيقول لك الاسئله الاكثر شيوعا: ازاي بيشتغل برنامج الشركه التسويقيه؟ بيقول لك بيشتغل برنامج اشتراك تسويقيه عن طريق انت بتشارك المنتجات والبرامج المتوفره على امازون مع جمهورك من خلال ادوات مخصصه لانشاء الروابط وربح الاموال من عمليات الشراء المؤهله وتصرفات العملاء. مثل يعني انت بتبدا ان انت ادوات مخصصه لانشاء الروابط وربح الاموال، تبدا ان انت تعمل رابط خاص بيك ان انت بتشير المنتجات والبرامج المتوفره على امازون، بتشيرها مع جمهورك دول مين؟ اللي هو بمعنى صح انت بتجيب لهم عملاء، والعميل ده لما بيشتري من خلال اللينك بتاعك او الكود بتاعك اللي هو اللينك هيبدأ ان انت تكسب فلوس. ازاي تكسب من البرنامج ده؟ اولا ممكن تكسب عن طريق عمليات الشراء المؤهله من خلال حركه الزوار اللي تعمل على توجيهها الى موقع امازون. تختلف رسوم الاعلان للبرامج وعمليات الشراء المؤهله استنادا لفئه المنتج، يعني كل منتج كل فئه من المنتجات وليها سعرها المعين وليها نسبة الربح المعينة بتاعتها. كيف أكون مؤهلا لهذا البرنامج؟ أي حد مؤهل للبرنامج دون وأي حد يقدر يكسب. هنسجل إزاي؟ أول حاجة بقول لك سجل في البرنامج من هنا، أو ممكن تسجل من هنا أو ممكن تسجل من هنا في كذا مكان. يبقى كده إحنا شرحنا كل حاجة في الموقع وإزاي تكسب منه. كل حاجة كده تدوس تسجيل هنا وتبدأ تملى كل البيانات وابدأ سوق زي ما أنت عايز يا باشا. لو عايزين تفصيل اكتر اكتبوا لي في الكومنتات واشرح لكم تفصيل اكتر، بس انا مش عايز الفيديو يبقى مدته طويله، انا عايز الفيديو يبقى في اللذيذ عشان محدش يزهق من الفيديو. تاني موقع معانا هو موقع جوميا. موقع جوميا طبعا موقع معروف جدا، وانا انقي لك اكتر 2 مواقع مشهوره. زي ما انت شايف كده تخش على موقع اللينك دون jumia.com.ag/sb جوميا افيليت. هسيب لك طبعا اللينك في اول كومنت او في الديسكربشن. نبدا ان احنا نيجي هنا كده ونعمل ترانسليت للكلام او ندوس هنا عربي بلاش ترانسليت. هيبدا يقول لك برنامج جوميا للتسويق بالعموله حقق اعلى الارباح بعموله تصل الى 9%. يعني ايه عموله تصل الى 9%؟ يعني انت دلوقتي مثلا جيت سوقت الحاجه، مثلا فنفترض ان هي بتتباع مثلا الحاجه دي ب 1000 جنيه. الحاجه دي لو بتتباع ب 1000 جنيه فانت ليك نسبه منها 100 جنيه على البيعه الواحده، وانت لا بتسوق ولا بتعمل اي حاجه. انت بس كل اللي عليك بتشوف الناس اللي عايزه الحاجات دي او بتشوف الناس محتاجه ايه، تبدا ان انت تعمل له تسويق، تبدا ان انت تبعت لهم اللينك. اول ما هم يشتروا انت تاخد العموله بتوصل ل 9%. كيف يعمل البرنامج؟ هتسجل وبعد كده تعمل اعلانات دي هقولها لك دلوقتي بس لما نخلص شرح الموقعين. بعد كده تربح عموله توصل ل 9% على جميع الطلبات، عموله توصل ل 9%. بعد كده هتتابع ارباح. تمام. كل اللي عليك انت طبعا هتيجي هنا هتدوس على العلامه دي وهتدوس على تسجيل الدخول. تمام. بعد كده هتبدا ان انت بقى تملى كل بياناتك وتملى كل معلوماتك. دلوقتي احنا خدنا المنتج وعايزين نعرف هنسوق فين. اسهل طريقه انك تسوق بيها من غير ما تعمل اعلانات، من غير ما تدفع فلوس، من غير اي حاجه، هو ان انت تروح على جروبات الفيسبوك. تبدا انت تخش على جروبات للمناطق. انت ساكن مثلا في شبرا الخيمه مثلا، تبدا انت تخش على جروبات شبرا الخيمه وتعمل. ساكن مثلا في اسكندريه في العجمي، تخش مثلا على جروبات العجمي وتبدا انت تعمل بوست على الجروب. بعد كده الطريقه الثانيه هتجيب التصنيف اللي انت عايزه او الفئه اللي انت عايزها. مثلا انت هتسوق لملابس، تبدا انت تبحث على الجروبات على الفيسبوك عن مثلا ملابس للبيع بالجمله او ملابس للبيع الطوال،
وهكذا. وتبدا ان انت تخش على الجروبات دي وتبدا تشوف الناس محتاجه ايه، وتبدا تعمل بوستات بالمنتجات بتاعتك وباللينك بتاعك. وحاول ان انت تعمل حوار الخصم، مثلا ان انا عايز اعرض الحاجه دي وعليها خصم الفلاني، عشان العميل يبدا ان هو يتشد لك بمعنى صح ويدخل على اللينك. وعايز اقول لك ان في ناس بدات تسويق بالعمله دي من سبيل الهزار كده، ومع الوقت بقى مصدر دخل ثابت ليهم، لان كل ما جمهورك بيكبر كل ما فرصتك في المبيعات بتكبر. الطريقه الثانيه هي طريقه برنت اون ديماند او الطباعه عند الطلب. يعني ايه الفكره هنا؟ انك تعمل تصميم بسيط ممكن تعمله على كانفا اللي هو بيكون مجاني تماما. بتجيب اي تصميم، اللي هو تصميم مثلا لتيشيرتات او مجات او شنط، اي تصميم اي رسمه لاي حاجه، سهل انك تعمله على كانفا او على موقع فوتوبي حتى، او حتى لو عندك فوتوشوب بيدعمه ممكن تعمل التصميم على فوتوشوب. هتعمله ازاي؟ سهل جدا، انك ممكن تدخل على برنامج تشات جي بي تي وتبدا تساله وتقول له انا عايز اعمل تصميم مثلا، اي تصميم في دماغك عايز تعمله، وتقول له انك تعمله ازاي. يبدا تاخد التصميمات دي تحطها على تيشيرتات او على مج او على شنط، وتبدا ان انت تبيعها من خلال موقع اسمه تي سبرينج او ريد بابل. والعميل اول ما بيشتري الموقع هو اللي بيطبع وهو اللي بيشحن، انت بس بتاخد ربحك من غير ما تشوف منتج ولا تدفع اي فلوس. يعني تخيل ان انت قاعد بتلعب كده وبترسم وتشخبط وعامل تصميم مضحك او ترند جديد وانتشر بين الشباب، كل ما حد يشتري انت بتكسب من غير ما تتحرك من مكان. ولو ركزت على الترندات والاعياد والمناسبات تقدر تحقق مبيعات ضخمه. هتخش على موقع teespring.com، موقع زي ما انت شايف قدامك كده اهو. نبدا ان احنا نترجم الموقع عشان انا عايز كل حاجه تبقى واضحه قدامكم بالعربي. زي ما احنا شايفين كده في تصميم التيشيرتات هنا اهو، وفي هنا نفس الكلام جلاس ريدي جير، في كل حاجه. ادي التصميمات زي ما احنا شايفين الديزاينز. زي ما انت شايف اوجست از ماي بيرثداي، اللي هو هنا تصميم عامله لعيد ميلادهم في شهر 8. زي ما انت شايف كده تصميم روعه الصراحه وينفع وجميل. هنا تصميم ويلكم تو سكول. زي ما انت شايف سعر التصميم هنا $18. يعني احنا لو جينا حسبناه 18 في دولار ب50 دلوقتي، يعني بتتكلم بقى التصميم البيعه الواحده 900 جنيه مصري. تصميم هنا ب $22، بتتكلم في 22 في 50 يعني 1100. يعني زي ما انت شايف هنا اقل تصميم ب $16 لحد 22، وفي هنا $25. طبعا هنا انت بتعمل بقى كاتيجوري في انمي، جيمنج، فاني، سبورت، انيمالز. طبعا انمي دي اسهل حاجه والجيمنج اسهل حاجه. انت هتجيب صور للعب وتكتب عليها كلمتين ثلاثه كده وشكرا. زي ما انت شايف هنا وجايب صوره من مسلسل انمي وحاططها على التيشيرت، وهنا جايب صوره للعبه وحاططها، وهكذا. ولكن هنا زي ما انت شايف التصميمات دي بتبقى سعرها ارخص لان هي ما بيعملش حاجات كبيره، فبيبقى سعرها هنا $7 $10 وهكذا. طبعا هتخش هنا هتعمل ابدا في الانشاء وتبدا تعمل اكونت وتبدا ان انت ترفع التصميم بتاعك. الموقع التاني معانا هو موقع redbubble.com. موقع redbubble زي ما احنا شايفين كده هو موقع مخصص للتيشيرت. زي ما احنا شايفين هنا كلوزز، ستيكرز، فون كيسز، وول ارت، مخصص لكل التصميمات حرفيا. تصميمات لللانش بوكس زي ما احنا شايفين، تيشيرتات، ستيكرات، اي حاجه موجوده للتصميمات موجوده على الموقع ده. جرابات زي ما احنا شايفين هنا، المجات زي ما انا قلت لك، البوكس بوكسات طبعا ده بوكس بتاع ريد بول هي موجوده هنا للمجات وكده. جيفت كارد مثلا. كل التصميمات زي ما احنا شايفين هنا بتتباع على الموقع ده. زي ما احنا شايفين خلينا ننزل تحت كده شويه هنشوف هنا الاسعار. ده تصميم لكتاب عامل $13. انت هتصمم تصميم كتاب، بص حرفيا لو عايز صغير مسك وقعد يشخبط كده وانت خدت التصميم من وراه وبدات بعته، بص $13. ده تصميم للتيشيرت كات، تصميم عادي جدا سهل انك تعمله ب $28.70. تصميم يعني اتفه من التفاهه $33. تصميم ثعلب كده عليه شويه ورود ب $21.5. هنا التصميم ده ستيكر على فكره عامل $1. هنا للمج ب $16.5. فزي ما احنا شايفين كده دي الاسعار كلها. اسعار طبعا بالنسبه للعمله المصريه او الجنيه المصري اسعار عاليه جدا. فانت المجال ده لو اهتميت بيه جامد وطورت نفسك فيه وعملت تصميمات وبعتها، صدقني انا اللي بقول لك المجال ده سهل جدا تعمل فيه مبيعات ضخمه وفلوس كتير. هتعمل ازاي؟ بتدوس هنا لا لوجن ولا ساين اب، هتدوس هنا سيل يور ارت، وبعد كده هتبدا انت تسجل وتشوف الخطوات. لو عايزين برضو زي ما قلت لكم اي حاجه من الطريقه او اي حاجه وقفت قصادكم قولوا لي في الكومنتات وهعمل فيديو مخصوص عنها. الطريقه الثالثه معانا وهي السيرفيس اربيتريج او اعاده بيع الخدمات. الطريقه دي طريقه عبقريه جدا وبسيطه جدا، وهي انك تبقى وسيط. الوسيط هو بيلاقي عميل عايز خدمه معينه زي تصميم لوجو، زي مثلا مونتاج،
اي حاجه، ويب ديفلوبمنت اللي هو تصميم مواقع، اب ديفلوبمنت تصميم تطبيقات، اي حاجه او اي خدمه اي عميل عايزها بيبدا ان هو ياخدها ويروح يجيب الخدمه دي من اي موقع عند اي حد، مثلا فايفر او موقع خمسات، بسعر مثلا $5، ويبدا ان هو يبيعها للعميل بسعر $20، ويستفاد هو من فرق السعر ده، هو بياخده بيحطه في جيبه. ودي شغلانه بترضي كل الاطراف، العميل مبسوط لانه لقى حد يخلص له شغله، والشخص اللي نفذ الخدمه مبسوط لانه جاله فلوس، وانت كمان مبسوط لانك كسبت من فرق السعر وانت ما بتعملش حاجه باش، انت بس عباره عن الوصله اللي بينهم بتربط ده بده. الفكره دي ناس كتير شغاله بيها وممكن تعمل منها بيزنس كبير لو ركزت على مجال معين زي الديزاين او السوشيال ميديا. طيب هنعمل كده ازاي؟ انا هتكلم عن مثلا المجال بتاعنا وهو المونتاج. اول حاجه هتفتح موقع فايفر. بعد ما تفتح موقع فايفر تبدا ان انت تشوف مثلا الخدمات الموجوده هنا. مثلا انت احتجت مثلا مونتاج اللي هو الايديتنج، لو نزلت لتحت هنا مكتوب فيديو اند انيميشن، في كل حاجه، رايتنج اند ترانسليشن، اي اي سيرفيس، كل حاجه حرفيا، ديجيتال ماركتنج، كل حاجه موجوده، جرافيك ديزاين، بروجرامينج اند تيتش. انت اختار المجال اللي انت عايزه، مثلا خش على فيديو وانيميشن. مثلا في ناس بتحتاج اديتنج اهو زي ما احنا شايفين، ندوس فيديو اديتنج، هننزل لتحت نبدا نشوف زي ما انت شايف كده، هنا بيقول لك فيديو اديتور فور فيديو اديتنج بروفيشنال، هنا زي ما احنا شايفين هنا الاسعار موجوده. هنا ده بيعمل مثلا خدمه $60 للدقيقه، طبعا ده بعيد عنه لان ده سعر عالي جدا. هو هنا بيقول لك هيعمل لك مونتاج على البريمير والافتر افكت ب $10 للثلاث دقائق. طبعا $10 للثلاث دقائق يعني الدقيقه ب $3، وده سعر رخيص جدا. فانت هتبدا تشوف، تخش عنده مثلا وتشوف الصور بتاعته والفيديوهات بتاعته وتخليه يوريك البورتفوليو بتاعه وتشوف هل فعلا هو بيعمل مونتاج عالي ولا لا. بعد كده اللي هيحصل دلوقتي هو بيعمل الخدمه ب $3، يعني بكام؟ يعني ب 150 جنيه. انت ممكن تعمل زي ما هقول لك كده. اولا هتروح على موقع فيسبوك وهتخش على الجروبات، في جروبين اكثر جروبين انا بتعامل معاهم، وهو الفيديو ايتنج ان ايجيبت، والجروب الثاني هو جروب المونتاج. الجروبات دي عليها حوالي نص مليون بني ادم مخصصين للمونتاج بس، بيطلبوا خدمات وفي ناس بتعرض ان هي تعمل الشغل. فانت قدامك حل من الاثنين. اول حل انك تدور على حد محتاج الخدمه، مثلا الفيديو اديتنج. حلو، لو جيت هنا عند الراجل ده هو بيقول لك الدقيقه الواحده للريلز ب $3. $3 دي يعني 150 جنيه. لو فتحت جروب الفيسبوك اي جروب من الاثنين هتلاقي ان اقل واحد بيبيع هناك بيبيع الخدمه ب 250 جنيه. فانت مثلا لو جيت لواحد قلت له انا هعمل لك الخدمه مثلا فلنفترض ب 200 جنيه، فانت مثلا 200 جنيه دي اللي هي كام؟ $4. حلو، مثلا هو طلب منك 3 دقايق، الثلاث دقايق انت لو عملتها لو حسبتها هتلاقي انت ممكن تعمل له 3 دقايق تعملهم له، ولنفترض مثلا $13 ولا $15، هنقول $13، يعني انت هتعملهم له بكام؟ هتعملهم له ب 650 جنيه. الراجل ده ياخد كام؟ هياخد 500 جنيه اللي هم ال $10. حلو، وانت هنا هتحط يبقى بقى لك كام؟ 150 جنيه، وانت ما عملتش اي حاجه زي ما انت ماشي. طبعا ممكن تعلي عن كده على حسب العميل اللي قدامك وعلى حسب الشغل اللي انت هتقدمه له، لو شغل بروفيشنال قوي وزود السعر زي ما انت حابب. مثلا الفيديوهات الطويله، فيديوهات اليوتيوب والجيمنج فيديو، في كذا حد انا معايا كذا عميل الفتره دي طالب مني، هنا بيقول لك $15 ل 10 دقايق. طبعا ده سعر ممتاز، يعني هو بياخد على الفيديو ل 10 دقايق 750 جنيه. انت لو رحت لاي حد جيمنج مثلا عالي وقلت له انا معايا ممكن اقدم لك الخدمه دي مقابل مثلا ال 10 دقايق ب $20 اللي هو ب 1000 جنيه، هتيجي انت كسبت كام؟ 250 جنيه في ال 10 دقايق في الفيديو الواحد. يعني انت ممكن شهريا تطلع لك من 1000 ل 2000 جنيه وانت ما عملتش اي حاجه حرفيا. حاول تركز في المجال التالت ده لان فيه اهتمام كبير جدا واسهل المجال فيهم وسهل انك تعمل منه فلوس لو شغلت دماغك. الطريقه الرابعه معانا وهي الدروب سيرفيسنج المحلي، والطريقه دي شبه الطريقه اللي فاتت بس على المستوى المحلي. يعني ايه؟ يعني بدل ما تعتمد على مواقع اجنبيه تبدا ان انت تروح للناس اللي حواليك، مثلا تروح لمحل او لمطعم او لصيدليه او لاي بزنس صغير عموما، تشوف هو محتاج ايه. مثلا هو محتاج صفحه سوشيال ميديا، تقول له مثلا انا هعمل لك صفحه سوشيال ميديا وازود لك الزباين وهعمل لك مونتاج وهمسك لك اداره الصفحه والكلام ده كله. ولكن في الحقيقه انت بتجيب حد متخصص يعمل الخدمه دي، وانت تبقى الوسيط اللي بياخد الفلوس ويوصل الشغل. يعني تاخد الفلوس مثلا من الصيدليه، تاخد نسبتك، تبدا تدي الراجل اللي انت اتفقت معاه ان هو يعمل الشغل دون، تديله الفلوس اللي هو محتاج، وتبدا انت تاخد من الراجل اللي هيعمل الخدمه دي الشغل، وتبدا انت تسلمه للراجل مثلا اللي طالب الخدمه. الموضوع ده موجود في مصر والوطن العربي ولكنه لسه جديد شويه، يعني المنافسه فيه مش قويه، فدي فرصه كبيره جدا تبدا بيها النهارده. فحاول انت تبدا، واهم حاجه زي ما قلت لك هي البدايه والتنفيذ.
ابدا ونفذ، مش هتخسر حاجه، مش هتخسر حاجه، انت كل اللي هتخسر وقت. كده انت بتضيع الوقت، مش مستفاد حاجه، خصوصا لو انت طالب فانت في اجازه بتضيع وقت عادي جدا. ابدا ان انت ما تضيعش وقت، وابدا قوم دلوقتي حالا بعد الفيديو ده، نفذ الحاجات اللي قلت لك عليها دي، وشوف الحاجه اللي تقدر تعملها واللي هتنفع معاك واعملها. الطريقه الخامسه معانا وهي التجاره بالديجيتال برودكتس الجاهزه. يعني ايه؟ بدل ما نقول كتب بحق اعاده البيع، خلينا اقول لك فكره اقوى، انك تبيع ادوات رقميه. يعني ايه تبيع ادوات رقميه او ازاي؟ في مواقع بتسمح لك انك تحمل قوالب مجانيه للسي في مثلا، او قوالب باوربوينت، او حتى ملفات اكسل جاهزه، او ملفات وورد. انت بتاخد القوالب دي وتعرضها على منصات بيع زي مثلا موقع جامرود او موقع سيلر. الناس بتبدا انها تدفع لك مقابل ان هم ياخدوا نسخه جاهزه وسهله. الفكره ان المنتج الرقمي بيتباع مليون مره من غير ما تعمل مجهود تاني، انت بس بترفعه مره واحده وتفضل تكسب منه طول العمر. طب ازاي الكلام ده ويعني ايه؟ لو جيت هنا مثلا وبدات ان انت تبحث مثلا عن كتبت هنا مثلا قالب سي في جاهز، وبدات ان انت تيجي هنا هتلاقي هنا بيست فري سي في ميكر اونلاين 20 تمبلت. لو دخلت كده زي ما انت شايف كده في اكتر من تمبلت هنا جاهزه للسيفيهات، وهكذا في الباوربوينت، وهكذا في الباوربوينت، وهكذا في ملفات الاكسل، وهكذا في ملفات الوورد. في تمبلتس كتيره جدا لكل الكلام اللي انا قلت لك عليه. هتبدا انت تاخد القوالب الجاهزه دي وتخش هنا على موقع جامرود، وهنا الموقع بيقول لك جو فروم زيرو تو فيرست $1، اعمل اول دولار ليك. هنا الموقع عباره عن زي ماركت بليس للديجيتال برودكت. تبدا هنا تبحث عن اي حاجه انت عايزها، او مثلا ستارت سيلينج هنا، وهتبدا انت تبيع. بيقول لك سيل اني ثينج اهي ماي برودكت، سيل اني ثينج ميك يور اون رود، اللي هي اعمل طريقك الخاص. زي ما انت شايف هنا ناس عامله لحد ال $200,000 481 بيعه، وبيقول لك سيل اني وير، وبيع في اي مكان. انت كل اللي عليك تعمل البرودكت، تعرضه، وهو هيتباع. كده كده البرودكت اونلاين لا محتاج توصيل ولا محتاج تخزين ولا محتاج اي حاجه. والموقع التاني هو موقع سيلر. الموقع ده موقع للديجيتال، زي ما احنا شايفين الديجيتال برودكتس اونلاين، سيل يور ديجيتال برودكتس اونلاين. هتبدا هنا ستارت سيلينج، زي ما انت شايف هنا بيجي عامل لك ستور كامل خاص بيك، وبيعرض لك عليه كل حاجه زي ما احنا شايفين هنا، وبيقول لك عليه 1500 مليون ونص يوزرز عفوا. بيقول لك سيل اني كايند اوف برودكت، بيع اي نوع من البرودكت، سواء كانت سيرفيس خدمه او سبسكريبشن اللي هي اشتراك. ديجيتال برودكتس، اي بوك، كتب، كورسات، منتجات، خدمات، تيكتس، او مثلا تمارين، اي حاجه تقدر تبيعها على الموقع ده. ولو حابين ان انا اتكلم في الكلام ده بتفاصيل اكتر في فيديو يكون اكبر من ده شويه، قولوا لي في الكومنتات وان شاء الله هعملها لكم. الخلاصه يا صاحبي، انت مش محتاج فلوس عشان تبدا بيزنس اونلاين، انت محتاج تبدا بحاجه تناسبك وتتعلم مع الوقت. تسويق بالعموله، تباع عند الطلب، اعاده بيع الخدمات، الدروب سيرفيسنج، والمنتجات الرقميه. كل دي افكار واقعيه وناس كتير كسبت منها. الموضوع كله اختيارك، تبدا ولا تفضل تقول ما عنديش فلوس. قولوا لي بقى في الكومنتات انهي طريقه فيهم حسيت ان هي تنفعك تبدا بيها من بكره. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، اتمنى ان هو يعجبكم. متنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، وتكتب لنا كلمه سر في الكومنتات، بيزنس ببلاش. سلام.